ازيكم يا نجوم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، وجايين النهارده في التجمع الخامس عشان نحضر بطولة السويدي للصناعات، ومعانا كوكبة كبيرة جدا من نجوم كرة القدم والمعلقين والرياضيين. معانا هيكون في الاستوديو التحليلي كابتن رمضان سعد الشوالي مدير فني، وايضا معلق رياضي كابتن عبد السلام هندي بروفيسور التعليق. تعالوا بقى نشوف اجواء المباراة. وفي فريق منهم تقريبا كده عامل دعايه كبيره لنفسه وصارف ومكلف يعني. بالنسبة للكبات صح؟ كبات تقريبا. طب انت تعليقك ايه على الكبات اللي هم لابسينها؟ ايوه، يا اما دعايه يا اما الجو حر، حاجه من الاثنين يعني. لا بس لفتت الانظار، وده في حته التسويق حاجه مهمه جدا. كويسه جدا طبعا. كون ان انا وانت نقف نتشاور في امر زي كده، فصاحب الفكره يحترم. سنين الكبات دي ليه؟ الكترو ميكانيكال. ايه؟ السويدي الكترو ميكانيكال، شركه مقاولات الفئه الرابعه. الكبات وتنزلوا بيها، ايه الفكره؟ يعني الفكره ان احنا بنعمل دعايه للشركه، ان الشركه تبقى الناس كلها عارفاها. طبعا هيبقى معانا كابتن رمضان سعد الشوالي، هيكون معانا في التغطيه الاعلاميه دي. طبعا دي مباراه الثالث والرابع، هنشوف بقى ايه مين اللي هيكسب. في لعيبه مميزه جدا رغم ان هما الفرقتين ما صعدوش نهائي، بس في فرقتين فيهم عناصر كويسه جدا. توقعاتك ايه المباراه النهائيه ان شاء الله؟ المباراه صعبه خالص يا شوالي، لان الفرقتين تقال، الكترو ميكانيكال وايجي لاكس واحد. يعني توقعاتي ايجي لاكس واحد بتميل شويه. هما الفرقتين كبار والفرقتين صعب التوقع. كان الجو حر عندهم. حالة من الشجن، وهي حالة حب وترابط بين مسلميها ومسيحييها للحفاظ على وحدة أراضيها. هي حالة حب وتماسك أيضا بين الشعب والشرطة والجيش للحفاظ أيضا على حدودها وحماية أراضيها. اللهم احفظ مصر دائما شعبا ووطنا وجيشا. إلى اللقاء. المباراة النهائية هنا من هذا الملعب، واللقاء اللي بيجمع ما بين الفرسين.